امريكان في ثانية مع نوفيرا. لو عندك بقى سؤال زي السؤال ده، نفس الكلمة فيها ابستروفي اس وبعديها اس ابستروفي وبعديها مفيش خالص وبعديها مفرد ومفيش خالص. لو في ناون يعني اسم وناون تاني وعايز تنسبهم لبعضيهم، بص على الاسم الأول. لو كان مفرد حط ابستروفي اس في الاسم الأول فقط. أما بقى لو عندك ناون وناون وعاوز تنسبهم لبعضيهم والاسم الأول جمع، حط اس ابستروفي. تعمل ايه بقى لو جاب لك الكريزي بوسيسيف؟ يعني يجيب لك ناون وناون وناون، 3 أسامي وعاوز ينسبهم لبعضيهم. حط ابستروفي اس في الاسم الأول وابستروفي اس في الاسم الثاني والثالث سيبه في حاله. عشان تتأكد صح ان انت فهمت بنسبة 100%، حل السؤال ده.